الاتحاد يدعم صفوفه بضم فواز الصقور وحارس ضمار. حجازي يقود دفاع الاتحاد أمام الفيصلي في كأس الملك. السلام عليكم. إذا كنت من مشجعي نادي الاتحاد وللمرة الأولى تشاهد قناة كارت أخضر، فضلا ليس أمرا اشترك في القناة ليصلك كل جديد. تعاقد نادي الاتحاد مع اللاعب الدولي فواز الصقور صاحب 27 عاما بعقد لمدة 4 مواسم قادما من صفوف الشباب. كما وقع نادي الاتحاد مع الحارس محمد المحسن صاحب 25 عاما ليمثل صفوف الفريق الكروي الأول لمدة 3 أعوام قادما من ضماك. ويأتي تعاقد نادي الاتحاد مع فواز الصقور ومحمد المحسنة ضمن استراتيجية الإدارة لتعزيز صفوف الفريق الكروي بالعناصر المميزة التي تدعم مسيرته الرياضية. وكان نادي الاتحاد قد أعلن خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية عن ضم الثلاثي سعد الموسى وحامد الغامدي وأحمد الغامدي قادمين من الاتفاق. يستعد فريق الاتحاد لملاقاة الفيصلي على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض يوم الأحد المقبل في إطار دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. ويعود حجازي لقيادة خط دفاع الاتحاد بداية من مواجهة الفيصلي عقب قيده في قائمة أجانب الفريق المحلية بعدما كان مستبعدا إثر إصابته في الرباط الصليبي والتي تعرض لها نهاية الموسم الماضي. ويشارك أحمد حجازي في تدريبات فريق الاتحاد غدا الخميس بعد الراحة التي منحت للاعبي العميد من قبل المدرب الأرجنتيني مارسيلو جايردو عقب العودة من المعسكر الخارجي الذي أقيم في مدينة دبي الإماراتية.